السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. انا دايما بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومفيش حد كتير بيرد عليا في الكومنتات. ردوا يا جماعة عشان تكسبوا ثواب، قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عايزة احس ان انا بكلم حد وحد بيكلمني، يعني ما بكلمش نفسي، يعني كده حرام بصراحة. المهم، قبل ما تتفرجي على الفيديو ونبدأ كده، قومي تشجعي كده وروقي شقتك معايا عشان تبقى شقتك زي الفل. وما تنسيش تنزلي دلوقتي حالا تحطي اللايك وتعلقي لي على الفيديو دوت، تقولي لي الله ينور عليك يا ام بيان، وشجعوني كده يا جماعه عشان نكمل كده مع بعض. وما تنسوش طبعا الاشتراك، يعني عايزين نوصل 1000 مشترك، ده مش طلب بعيد، يعني انتوا قدها، يعني لو كل واحد دلوقتي اتفرج عليا ننزل اشترك هنوصل في ثانيه، يعني مش هناخد وقت خالص. بس والمهم بقى يا جماعه، باركولي وزغرطولي، انا جبت فراخ والفراخ غاليه يا جماعه. زغرطولي زغرطولي. ربنا يرزقكم جميعا كل حاجة نفسكم فيها يا رب، ويرزق، يعني الله يكون في عون الناس اللي تحت قوي يعني بصراحة. ربنا يكون في عونكم يا رب. المهم هنا جبت فرخة بقى وقاعدة بنضفها وخليها قشطة زي الفل كده من اي حاجة بقى فيها كده، وخليها زي الفل معايا، ونعمل لها بقى نشوف انا بنقعها ازاي. من اي حاجة جواها كده بواقي، يعني ايه، دم بقى من الفرخة، زفارة، اي حاجة. المهم شطفتها بس بالمية كده، وبدأت ايه، ان انا لو في حتة ريشة باقية او حاجة اشيلها، واي حاجة وحشة فيها، وبعدين ابدأ اقطعها بقى التقطيع. كل واحد يقطع زي ما هو بيقطع عادي، انا بقطع يعني بخلي كتفين، والصدر بقسمه 2 برضو، وبحب اقسم برضو الرقبة 2، لان انا بقسم يعني الفرخة على كيسين على حسب يعني. فاكترية المرات يعني بقسمها على كيسين، فبقسمها بقى وركين وكتفين وصدرين. اللي هو الصدر يعني بقسمه 2 بس. المهم نضفتها كويس كده، واي حته بقى، انا بحبش الحته اللي هي بتبقى، يعني بحس ان هي زفره وناعمه قوي كده في قلب حته القناصه كده، ما بحبهاش خالص بصراحه. انا كده كده اصلا ما باكلش القناصه يعني، بس ايه، اللي هو انا يعني بقرف منها فبشيلها. وهنا قسمت بقى زي ما بوريكوا كده، قطعت الكتف والصدر نصين كده، وبشطفه بعينه في الطبق هنا، واشطف بقى كل حته كويس. والرجوله اشيل منها الضوافر، انا ما بحبش الرجول برضه خالص، ما باكلهاش، بس بنتي بتحبها، مش عارفه يعني طالعه لمين، بس هي المهم ان هي بتحبها. بس فكنت في الاول بصراحه يعني بخليها ترميهم، فدلوقتي حتى لو كنت برميهم يعني المفروض انا احبها اصلا، يعني على الغلا اللي احنا فيه دوت، يعني انا كده بتدلع. المفروض انا اكل الرجول بعد كده. بس المهم، فبنتي بتحبها، فبقيت اجيبهم يعني من ساعه ايه ما لقيت اكلتهم مره وحبتهم وكده، فبقيت اجيبهم وانضفهم واعملهم لها يعني. بس فبغسل الحوض طبعا قبل ما ابدا في تنظيف الفرخه، عشان انا انضفها يعني في الحوض وهو نظيف، وبعد ما اخلص تاني برضو عشان اطهره كده من مكان الفراخ، واغسل ايدي برضو بالبريل ومكان ما قطعت الفراخ والسكينه وكل حاجه. المهم قطعنا الفرخة، قطع اشطف اشطف، وبعدين ملينا عليها شوية مية وبشطفها كذا مرة طبعا لحد ما المية تبقى ملانة عليها بيضة شفافة كده نضيفة خالص. وببدأ بقى ان انا اقوم حاطة عليها شوية ملح. طبعا الملح كمان مش بمقدار، يعني حبة ملح بالبركة كده، حبة حلوين يعني توصوا بقى. حبة خل وليمون، الليمون ده كبير فهحط ليمونية واحدة كفاية، هنا كان عندي نص هعصره واقوم مقطعاه كده عشان الليمون ده كبير يعني. بقطع القشر واحطه معاه برضو، والنص التاني برضو واحطه معاه. بس وبقلبهم بقى في بعض كويس، وبركنها بقى واسيبها لحد ما يتنقع براحته. اقصد براحتها، يعني اقصد براحتها، ما تقفشليش على الواحده يا جماعه، عادي احنا مننا في بعضينا كده. المهم اللي هو ايه قد ايه يعني تتنقع براحتها، يعني اللي هو مثلا ساعه ساعتين 3 براحتك. الجو شتا وعادي بسيبها بره، مش بدخلها في التلاجة لان الجو كده كده ساقع يعني. المهم خلصتها وركنتها، قلت ايه اما اوريكم بقى الحاجات المشتريات اللي انا كنت جايباها دي، مش كلها يعني، بس ايه اللي انا من البقوليات وكده يعني، اللي انا كنت شارياها من مول العابد في بنها يعني، زي ما قلت لكم ممكن ابقى اوريها لكم، فقلت اما اوريكم انا بعبيها ازاي. فهنا بقى بعبي العدس، الفاصوليا، المكرونه، جميع انواع المكرونات يعني، الشعريه، العدس بجبه، كل حاجه انا بجيبها. اي علب بقى عندي كده بحافظ عليها، ما برميش انا علب خالص. اي برطمان بلاستيك ازاز كبير كده، البرطمان دوت كنت عند واحد بتاع جمله يعني، قلت له ينفع اخده، قال اه فخدته كده. فانا مش جايبه ايه اللي هم نفس الشكل يعني للحاجات دي، فممكن يعني ان شاء الله باذن الله قدام شويه ابقى اجيب. المهم يعني ايه، الارض اتغطى وعبينا اهو.
والعلبة دي بتاعة السمنة الكريستال دي كانت طالعة كده في مرة، وكانت متعبية فيها ايه، سمنة كريستال، يعني اللي هي زي الفرن كده، كانت بتتباع فيها، فحافظت عليها برضو وحطيت في قلبها. وطبعا المكرونة القلم عشان اللي هي الاسباجيتي يعني اقصد طويلة، فبقسمها نصين كده كده اما باجي اعملها، فانا قسمتها وعينتها في العلبة على طول. وزي ما وريتكم الاطراف والبيبان كانت مبهدلة شوية طبعا، من ايدي، من ايد العيال بناتي يعني، من اي زيت، اي دهون، اي حاجة بتقع كده بتتداول فبتلزق يعني، مرة على مرة بتلزق. فهي مش صعبة خالص يعني، انا حطيت شوية مية وشوية بريل عليهم في قلب طبق وبالسلكة كده، وبقيت ايه اغسلهم بقى كويس كده استعدادا لرمضان بقى، عشان ايه نبدأ خطوة خطوة ونبدأ مع بعض بقى شغل رمضان كله كده ان شاء الله بإذن الله، عشان تبقى على دخول رمضان الشقة زي الفل ان شاء الله بإذن الله. هي كده كده زي الفل، بس تبقى زي الفل اكتر. بس فغسلت زي ما قلت لكم ميه على بريل وبالسلكه، ودعكت كويس كده كل حاجه انا شايفاها بعينيا، وبعدين بفوطه مبلوله بلم الصابون بيها كويس، وبعدين بحاجه ناشفه بقوم ملمعه بحاجه ناشفه تاني. وزي ما انتوا شايفين اهو قبل وبعد، يعني بقت فله بقى، يعني ما شاء الله كده بقت زي القشطه ونطفت جدا يعني. انا كل فين وفين كده بغسل يعني الظرف وكده، مش على طول يعني بصراحه. بس فاول ما الاقي النية هيبدأ يبان عليها كده اقوم عاملاها على طول. واكتر حاجة بيبان فيها بصراحة برضو علامات الايد، يعني الواحد لو بيعمل اكل ساعات بيقوم جاي فاتح وايديه بتبقى متعصة حاجة او كده ما بيركزش، فمرة على مرة بيقوم متبهدل يعني. فانتوا حافظوا على المطبخ واعملوا كده اول باول. والمطبخ ده ما حبيتش، قصدي المطبخ ده، المهم يعني في الفيديو ده ما حبيتش ان انا اطول عليكم، وعملت ايه بسرعة بسرعة. والفيديو دوت والله العظيم يعني انتوا بتسمعوه دلوقتي اهو حوالي تقريبا 9 دقايق. لو قلتلكوا ان هو الفيديو دوت اصلا انا مخليه 9 دقايق من ساعة او ساعة ونص والله مش هتصدقوا. يعني شوفوا بيبقى ساعة، ساعة ونص، وانا بخليه قد ايه 8 دقايق و9 دقايق. فضغطته على قد ما قدرت يعني. المهم ونضفت كويس، والازاز كان هيقع يتكسر بس الحمد لله ربنا ستر، لان بنتي كمان كانت واقفه تحت ومعرفش ان هو سايب كده، فهو كان ملزوق بشمع بقى عايز يبقى يتلزق تاني ابقى الزقه. المهم وحطيت الفازة اللي هي البلاستيك دي مكانها تاني، والبتاعة التانية دي اللي هي الشوك اللي هي الصغيرة العصافير دي بتاعة البطيخ الاناناس الحاجات دي حطها انا في المكان ده برضو. فسبتها ودخلت بقى على ايه، على الظرف اللي تحت بقى. احنا عملنا كده الظرف اللي فوق كلها من فوق الرخام، دي بقى اللي تحت اللي على الارض. بس فهنا الارضيه الحته دي كان ده شمع ولازق قوي، ده اللي كان لازق عليه الالمونتال. انا معرفش هو المطبخ الالمونتال يعني هو بيتلزق على شمع كده ولا هو معمول كده ليه يعني. بس المهم ان كان الضرفه ثابت من مكانها من تحت كده، فالحتت دي بانت، وبقى اي حاجه تلزق بقى تقع مهما كنس ومهما امسح ما بتعملش. قلت اقعد اعملها بالسلكه كده يمكن تطلع، فطلعت بصراحه يعني شويه حلوين لكن مش قوي برضو. وفي حاجة بقى يعني بقى بأسمنت جبس من ساعة الجواز ما بتطلعش خالص، هي لازقة كده. حتى قعدت يعني احاول فيها بضفري كده ما رضيتش تطلع برضو. المهم بقى وعملت الادراج، الظرف دي الضرفة اللي فيها الانبوبة اللي جنب البوتاجاز، الضرفة التانية فيها بلاستيكات وحاجات زي كده. المهم غسلتهم ولمعتهم برضو زي ما انتوا شايفين بقى زي الفل وما شاء الله. المهم ما تنسوش، انا نسيت اقول لكم حطوا لايك واشتركوا يا جماعة، ينفع كده يعني؟ يلا بقى انزلوا دلوقتي حالا حطوا لايك واشتركوا في القناة كده وفعلوا الجرس عشان يوصلكم